عوامل امان ما ينفعش تركب موتوسيكل من غيرها. في عوامل امان لدواعي السفر وعوامل امان للاستخدام اليومي. زي ما بتعمل حسابك في السفر وبتاخد معاك كل حاجه، هتلبس فول سيفتي جير اللي بتتكون من خوذه، جاكيت، جوانتي، ني بروتكشن والسيفتي بوت. بتكون صعبه في الاستخدام اليومي رغم اننا بننصح بيها جدا، لكن معظمنا في الاستخدام اليومي بيكتفي بالخوذه والجاكيت والجوانتي. ما ينفعش تركب موتوسيكل من غير خوذه، حتى لو هتروح تجيب حاجه من السوبر ماركت اللي جنب البيت وترجع تاني، لان معظم الحاجات اللي انت محتاج تحميها موجوده في المنطقه دي. عشان كده لازم تختار الخوذه الصح اللي هتحميك عند اللزوم. اول حاجه تتاكد من وجود علامه دوت او ECE على ظهر الخوذه، واللي معناه ان الخوذه دي مطابقه لمعايير الامن والسلامه. زي ما الخوذه مهمه، الجاكيت والجوانتي كمان مهمين، لانهم بيحموا مناطق اساسيه في جسمك، وهي المفاصل والكيعان وكف ايدك. حاول وانت بتشتريهم تختار حاجات يكون فيها عواكس، لانها هتساعدك تكون متشاف اكتر على الطريق بالليل. وده يودينا للنقطه الثانيه، وهي خليك متشاف. دايما اتاكد انك انت متشاف ومش موجود في نقطه عاميه بالنسبه للعربيات اللي حواليك، لانه لو شافك في المرايه او خد باله من وجودك هيسهل عليك طريقك. من وقت للتاني لازم تشيك على الكاوتش، تتاكد من الضغط، وتتاكد ان تاريخ الانتاج مش قديم، لان تاريخ الانتاج القديم بيخلي الرابر ينشف، لان الرابر الناشف بيخلي الموتوسيكل يتزحلق، وده هيخليك تفقد السيطره بسهوله. ركوب الموتوسيكلات ممتع، بس لازم تحافظ على نفسك عشان تفضل مستمتع بيه. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا في الكومنت.